اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ مساء الجمال على عيونكم. وهنا بقى عملت عصير عنب بجد في حتة تانية خطير. لو لسه ما عملتهوش فايتك كتير قوي في الجو الحر الصعب اللي لا يطاق ده. صبح حر وبالليل حر، الحمد لله على كل حال، بس بجد لازم حاجة بقى طري على قلبنا في الجو الصعب ده. هنا بقى جبت الذرة وضفت العنب، وضفت دلوقتي مكعبات تلج، وهضيف دلوقتي برضو مية متلجة، وهضيف كوباية سيفن اب. هتقوليلي سيفن اب مع العنب؟ ايوه جربيها بجد مش هتندمي، حلوة قوي. طبعا ضفت ميه متلجة وضفت العنب وضفت كوباية سيفن اب. هضيف بقى دلوقتي معلقتين سكر. اصلا السكر اختياري. طبعا ضفت المكونات دي كلها وهضربهم بقى كويس جدا كده في الدورق كده. وطبعا العنب ما بيتصفاش، انا بحب العنب كده، انا ضربته كده ما بيتصفاش، بيقرش كده بقى، بيبقى طعمه حلو قوي. جربيه بجد مش هتندمي. مشروب حلو ولذيذ وخفيف ويطر علينا بقى في الجو الحر ده. متنسيش تعملي لايك وشير وتفعلي الجرس. اصلا شكل العصير لوحده يشهي، محل طعمه بقى ضفت بقى مكعبات تلج كده وضفت العصير، بجد كان طعمه حلو قوي. قولولي بقى يا احلى